هو خمس في ليالي الحلمية. الفنان عهدي صادق رفض تقديم أي تنازلات، عمل في أهم المسلسلات زي ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، الشهد والدموع، رأفت الهجان، الضوء الشارز، حلم الجنوبي، أرابيسك، الرجل الآخر، زيزينيا، المال والبنون، لن أعيش في جلباب أبي. عرف الفنان عهدي صادق بالأدوار الكوميدية المساعدة، مشوار فني سجل فيه أكثر من 240 عمل فني. لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة، ولكنه دائما ما كان يؤدي الأدوار الصعبة التي ستظل في ذاكرة المشاهدين، خاصة في التلفزيون وفي الدراما التلفزيونية. عمل مع محمد صبحي في فارس بلا جواد، ومع يحيى الفخراني في جحا المصري. الفنان عهدي صادق أثار البهجة في نفوس الجمهور بأدوار من أهم مسلسلات فترة الثمانينات والتسعينات. كان آخر أعماله دوره في مسلسل الفتوة، حيث جسد شخصية عم مسعد قبل ظهوره في عدد من المشاهد. بعض الأعمال منها مسلسلات لهفة وهبة، رجل الغراب، ونصيبي واسمتي، والجماعة 2. الفنان عهدي صادق كان ليه علاقة قوية جدا بسعيد صالح. الفنان عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950 ووفاة 28 مارس 2022 عن عمر 71 سنة. اسمه عهدي صادق بشاي، هو مسيحي الديانة، وكان سبب وفاته أزمة صحية دخل على أسرها العناية المركزة سبب أمراض الكلى. الفنان عهدي صادق من صغره وهو يهوى التمثيل، ويشارك في فرق المدارس والعروض، وكل دور له يشهد الجميع له بالامتياز. وبعد الثانوية قرر إنه هو يكون أكاديمي، يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته التحق ببعض الفرق الصغيرة الخاصة بالهواة، وقدم معاهم بعض العروض المسرحية، وكان لسه محدش بيعرفه. عرض مسرحي أو حفلة في نادي أو بيوت الثقافة. بدأ مشواره الفني سنة 1969 بأدوار صغيرة، بدأ يلفت الأنظار حوله. عين بعد التخرج في مسرح الدولة، وبقى ياخد مجموعة أدوار بدأ يظهر فيها ويعجب به المخرجين والمنتجين، وبقى دور ورا دور بدأ يعرفوه إن هو ممثل صاعد اسمه عهدي صادق. واشتغل عهدي مع كبار المنتجين والمخرجين، وأصبح واحد من صناع الدراما في الثمانينات والتسعينات. فهو خمس في ليالي الحلمية، وكان معاه محمد متولي دور بيسا، كانوا بيلم السبارس والزبالة، وده كان الدور، كان دور مميز. هو واحد فعلا من صناع الدراما، ولكن لم يسعده الحظ انه يوصل لدرجة النجوم، ولكن الدور اللي كان بيقدمه كان هو البطل فيه، انه كان بيقدمه ببراعة. اصبح واحد من صناع العمل، كل عمل قدمه في التلفزيون كان دليل على براعته وامتيازه. قدم اكتر من 240 عمل على مدى مشواره الفني، زي المغنواتي، ورمضان فوق البركان، والمتوحشة سنة 1979، وفيلم انياب 81، والكيف 85، وشحاتين ونبلاء 1991، واشتباه، والزمن الصعب. من الادوار اللي قدمها في اخر حياته دوره مع ياسر جلال في مسلسل الفتوة، وقدم دور في مسلسل نقل عام، ومسلسل السر، مسلسل شارع 9. شارك سنة 1988 في فوازير المناسبات مع يحيى الفخراني وصابرين وهلا فؤاد. فنان عهدي صادق أجاد في كل الأدوار اللي قدمها، سواء شر أو طيب أو يهودي أو كوميدي، وده اللي كان بيأهله لعمل كل الأدوار. مفيش دور عمله خلاه يخجل منه أو أسرته تخجل منه، لكنه في السنين الأخيرة ابتعد، غاب عن التلفزيون، وده عشان حالته الصحية، إصابته بمرض الكلى. كان من أشهر أصدقائه في الوسط الفني فنان سعيد صالح، صداقة بينهم استمرت ل40 سنة. وكانت بتقول بنت سعيد صالح كانت بتروح تزوره وهو في العناية المركزة، كانت بتقول ان هو ده عمي اللي ما خلفوش جدي. كان بيحب بنت سعيد صالح جدا جدا وبيعتبرها بنت. كان عهدي صادق بيقول على سعيد صالح هو الانسان الوحيد اللي لما احتاج اروح له، عايز نصيحة او متضايق شوية كنت بروح عنده. وكان من الاصدقاء المقربين لعهدي صالح صبري عبد المنعم او شامخ. اصدقائه كانوا بيقولوا عليه انه فنان ملتزم ومحترم ومؤدب، محب للناس وللمجتمع. بعد وفاته الناس اتفاجئت بديانته، ما كانش حد عارف انه مسيحي الديانة، كان بعد اسرته خالص عن الأضواء. رحل الفنان عهدي صادق 2022 في 28 مارس عن عمر 71 سنة، تبقى أعماله خالدة.